لو هتبدأ في مجال العقارات اعمل حسابك على 6 شهور تكون مكفي نفسك، لان في الغالب ما بيبقاش فيهم فلوس. اكيد انت مش من اول يوم هتبيع، ممكن تشتغل كل يوم، تكلم كل يوم 100 عميل وتحضر في اليوم الواحد 5 ميتنج وما تقفلش ولا صفقة. ليه؟ عشان انت لسه بتتعرف، لسه بتتعلم، لسه انت مش مصدق في نفسك، فمحدش مصدقك. ففي الحالة دي ممكن تقعد الفترة الأولى ما تتوفقش وما تبيعش، فلازم تبقى مكفر نفسك. طب خلينا نقول إن أنت بعت، هل لو بعت النهاردة أو الشهر ده أو من تاني شهر أو من تالت شهر هتستلم فلوسك تاني يوم؟ لا طبعا، في إجراءات كتير وطبيعة لكل مطور في مسألة إنه يصرف العمولة. الفلوس بتتأخر بس بتيجي، وبتعوضك لما تيجي عن كل دقيقة صدق فيها عميل أو كل صفقة طارت من تحت إيديك. فلو ما استحملتش البداية هتفضل طول عمرك في مرحلة البداية. لكن احسب حساباتك صح وخلي نفسك طويل، واعمل حسابك إنك لو بعت بكرة، بعت الشهر اللي جاي، بعت الشهر اللي بعده، ممكن بعد 3 أو 4 شهور فلوسك تيجي. فلو مش داخل وعامل حسابك إنك تكفر نفسك على الأقل 6 شهور، يبقى لازم تراجع نفسك.